هي خناقه الصيف والشتاء، اللي هو يا ريت اصحاب الشتاء يكونوا مبسوطين ويا ريت الناس اللي بتحب الصيف يكونوا مرتاحين. اما ان الاوان انها تنتهي بقى، يعني حقيقي بجد دي من الخناقات اللي بحسها ملهاش اي علاقه بالمنطق، لانه ببساطه لا الصيف بقى صيف ولا الشتاء بقى شتاء، خلاص يعني دي معلومه مش محتاجه ان احنا ناكد عليها ولا نسيرش حتى وراها ونشوف ايه مدى دقتها وصحتها. ما هو الواقع بيقول لنا ان الجو بشكل عام بيتغير عندنا وعند غيرنا، فيا ريت بقى ما نتكش على بعض قوي في المساحه دي. بصراحه بحسها خناقه فيها مجهود قوي جدا وهي مش رايحه في حته اطلاقا. انا هقول حاجه ممكن الناس تشوفها قريبه والناس تشوفها بعيده، بس انا بحس بصراحه انه فكره تغيير الجو دي هي الحل معاها هو التاقلم، وان احنا نكون لطاف مع بعض. يعني لما تلاقي حد نازل في عز الصيف ولابس حاجه تقيله ما ينفعش تقول له انت مش حران، لانه هو حبيبي لسه امبارح بالليل جاله برد لما سمع كلامك وخفف فنزل بالليل والجو برد فهو عيل. فدي مرحله كده من المراحل الحياتيه اللي كلنا بنحاول نفسرها، هو ايه اللي بيحصل في الدنيا بشكل عام وفي الجو بشكل خاص وفينا احنا كمان بالمره يعني. ففي ظل كل التساؤلات دي بقى، لما تلاقي حد عامل حاجه بالنسبه لك غريبه سيبه بقى، سيبه في حاله، لان المساله مش مستحمله اطلاقا. سيبه كل انسان يتاقلم بالطريقه اللي لايقه معاه ويشوف المسائل بالطريقه اللي مناسبه ليه. فيا ريت كفايه تنظير على بعض في خناقه الصيف والشتاء على قد ما نقدر يعني، لان الجو سخن بما يكفي ان كل انسان حرفيا بيحاول يفهم كميه الحاجات الملخبطه حواليه وتقريبا مش فاهم اغلبها.